أمام جبال الذهب وأضواء المهرجانات الصاخبة، هناك معارك صامتة يأخذها الأبطال بعيدا عن صخب الكاميرات. النجم الإسباني مارك كوكوريا يثبت للعالم أجمع أن أعظم ألقاب الحياة ليست كؤوسا ترفع في الهواء، بل هي قلوب تجبر وتحمى. ففي ليلة التتويج المونديالية والتاريخية لم يكن طفله الصغير ماتيو مجرد مشجع عادي في المدرجات، فالضجيج الصاخب بالنسبة لطفل مصاب بالتوحد ليس سوى عذاب يمزق السكين بداخل روحه. لكن وعد الأب كان دينا، إذ اشترط عليه الصغير قائلا: لن تأتي لي في النهائي. وحين وفى الأب بعهده وقاد بلاده للمجد، حجز لحبيبه مقصورة خاصة عازلة للصوت ليشاهد والده وهو يعتلي عرش العالم، قبل أن يحمله بيده إلى أرض الميدان ليرفع الكأس الغالية معه. وهنا تساءل الملايين يوما: لماذا يترك كوكوريا شعره الكثيف منسابا دون ربط؟ الإجابة ليست طلبا للأناقة يا أصدقاء، بل ليتسنى لعينين ماتيو الصغيرتين تمييز والده بوضوح وسط زحام اللاعبين على العشب الأخضر. وفي لحظة تجرد صادمة ومبكية أمام الكاميرات، قال الأب بقلب يعتصره الألم: أتمنى لو لم أملك سنتا واحدا في حياتي مقابل أن يكون ابني بعافية تامة. أعد سماع هذا المقطع بعين قلبك، وانظر حولك لتنسكب في روحك عظمة العافية التي ترفل بها دون أن تدري. فقل الحمد لله. مارك كوكوريا بطل في عالم كرة القدم، لكنه في عالم الآباء أسطورة حقيقية.